المقارنة بتاعت النهارده بريحة ماستر السخنة، بريحه الكاوتش اللي بياكل في الاسفلت والشباب السخنان. ملكة الشباب الأولى JEC امباو. لا ما اسمحلكش، الام جي 7. انا بس عايز الفت نظرك لحاجه، ان احنا بنقارن الام جي 7 اول فئه بالامباو الاعلى فئه، عشان بس نسيبك تتكلم شويه. لا اسمها عشان الام جي 7 اول فئة اغلى برضه من الامباو اعلى فئة بحوالي 200,000 جنيه. وفر فلوسك وتدلع، شبكة هجومية جدا مليانة كاربون فايبر، انوار LED وجانس في كاليفر الصفرة مكتوب عليها امباو. صفا دي عربيه جايه في خناق، مش جايه في هزار خالص، من اول الشبكه ال 3 دي اللي فيها كروم لحد فانوس اراهنك تكون شفته على العربيه قبل كده، وجانت 19 في كاليبر احمر احلى من الكاليبر الاصفر بكتير من وجهه نظري. مرايات كاربون فايبر مش عندك، والانتيريور جوه بيحمسك انك تجري. كراسي جلد كهرباء للسواق، دريكسيون رياضي دبل سكرين، في ابل كار بلاي، الكاربون فايبر مغرق العربيه، واللون الاحمر والاسود بيديك انطباع رياضي جدا. اي نعم انا ما عنديش مرايات كربون فايبر، بس عندي مرايات فيها كاميرات 360، والابواب عندي بتيجي فريملس بازاز دبل، يعني رياضيه وعزل للصبح، وعندي سقف بانوراما مش زي اللي عندي. بس على الاقل عندي ستاره. العربيه بتيجي بكراسي رياضيه جدا، مزيج بين الجلد الاسود والخياطه الحمراء، وللعلم الكرسيين اللي قدام عندي كهرباء، انت عندك كرسي واحد. فيها شاشتين كبار، فيها ابل كار بلاي، والزرار ده عشان تدور بيه الطياره دي، وزرار سوبر سبورت عشان يحطها على اعنف مود ليها. ومعلش حاجه تافهه قوي بس فارقه معايا، بص الاكره هنا فين؟ ظهر العربيه بقى من ورا ولا كلمه، من اول الفانوس اللي واخد العربيه من اولها لاخرها لحد نور الفرامل، وعندك تحت فتحتين شكمان صوتهم طرب. الديفيوزر عندي شكله احلى عشان مليان بالكربون فايبر، ولو على الصوت احلى برضه. اظن الشباب السخنان حقه يجري. 1500 سي سي، التربو بتطلع 169 حصانه، ومن 0 ل 100 في 7 ثواني ونص مش 9. يا جبل ما يهزك ريح، 1500 سي سي تربو، 185 حصان و300 نيوتن متر عزم، 169 حلال احسن 185 حرام، ولو طلعنا مع بعض على الطريق هسفلتك. انا كبوتي على مساعدين مش هتكلم تاني. حق ربنا اصلا العربيتين دول ما يتقارنوش ببعض، عشان دي متصنفه كميد سايز سيدان، انما الامباو اصغر منها شويه. انا ماليش دعوه بالتصنيفات، انا ليا دعوه بالواقع. الاثنين مساحاتهم قريبه جدا، سواء الكنبه او الشنطه. خد بالك كل الكلام اللي فات ده كله كان على اول فئه، تاني فئه نازل فيها حاجات تانيه خالص، عندك سبويلر بيفتح لوحده، وسماعات بوز، وهيد اب ديسبلاي، وحاجات كتير قوي. ما كل ده بثمنه، اذا كان الفرق بين دول 200,000 جنيه، انما الفرق بين دي واعلى فئه في الام جي 7 حوالي 300,000 جنيه، مفيش مقارنه اصلا. وكالعاده احنا محتارين ومش عارفين ناخد قرار، فهنسيب لكم انتوا القرار في الكومنتس، وسواء عايز دي او دي، فالاثنين موجودين في اكستريم اوتو.